الإنسان ينفع يتجوّز بعد ما يطلّق؟ طبعًا ينفع، بس لو راجل خارج متعوّر مع سِت صعبة جدًا يعني عِشرة استحالت مع العِشرة، راجل شخصيته يعني يقدر يقود الحياة وهي من النوع اللي بتبقى النموذج اللي ما شافتش غيره في حياتها قبل كده، إمم. حتى في بيتها إنها sorry بالبلدي كده السِت اللي بتركب على قفا الراجل وتمشّيه وتحرّكه، في رجالة ما بتفضل بقى مستحملة وتقول لأ، تقول لأ، تقول لأ، فالحياة جحيم، كل يوم بتصحي بتفطري على خناقة وتاخدي تتعشّي على خناقة زي مواعيد الأنتيبيوتيك كده خناقة كل 8 ساعات، فاهماني؟ فيفضل عايش العمر كله وهو اللي بيشيل العيال، هو اللي بيغيّر الpampers، هو اللي بيأكّل، هو اللي بيشرّب. أيوه أنا شُفت النماذج دي في إمم. صحابي، فاهمة؟ فييجي يتجوّز مثلًا 17 سَنة يبقى عايز يطلّق منهم 16 سَنة ونُص أصلًا، يعني فاهمة؟ ده أساسًا يعني. فده لمّا بيخرج وييجي بعد كده يحس إنه مثلًا حَب وعايز يرتبط وأنتِ حبيتيه ويكون راجل كويس مثلًا، صعب يعني لازم تبقي aware إنه مش هيكون الجواز بسهولة، ليه؟ لإنه حتى لو أنتِ برضه مطلّقة والدنيا وظروفكم متوافقة، لإن ده راجل خرج بعد سنين كبت حرية وكمية لازم وكمية واجبات أصلًا كمان برّه واجباته بيعملها، فتعبان خلاص. طيب ده الراجل، ده الراجل. والست؟ الست برضه ممكن تبقى خارجة لو عندها تروما، لو عندها صدمة، لو يعني اللي كان معاها ده مأكّلها الحنظل يعني زي ما بيقولوا، لأ طبعًا برضه لازم تهدى هي عن نفسها، بس الست عندها قابلية إنها تبقى عايزة وَنَس أسرع.